ما تزعلش نفسك يا جاد، بضاعتك خامتها احسن بكتير. ما زعلش نفسي زي بس يا لقاء. هما دول تفرق معاهم خامه ولا جوده؟ دول حيتان سوق. وكفايه الواد يوسف ابنه طالع اخبث منه. قولي، هو انتوا مش ساعات بتسهروا مع تجار الموسكي والتوفيقيه اصحابكوا دول؟ ما تبقوا في قاعده كده تبقى تشهدهم على ابنه واللي عمله في الصين وهم يحكموا. سيد الدقاق عمره ما هيعترف بغلطته، مش هينوبني منه بس غير شماتته فيا. والبكعه اللي فات نقصان عقل يا لقاء، وشغلتنا دي فيها مكسب وفيها خساره. بس انا ما احبش ان جوزي حقه يضيع. مش جادي المنياوي اللي يسيب حقه، ولا حق ابويا اللي مات من زمان في قفص المحكمه قدام عينيا. كان كاتب شيكات على نفسه وسيد الدقاق طالبه بيها. مش هسيبك يا سيد الدقاق. هو ده بالظبط. ناوي على ايه بقى؟ اقرب فرصه هرضها له الطقطقين. يا اخي سيبك بقى من سيد ده وخلينا في المهم. جبت لي الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ودي عايزه كلام؟ ده انا اول ما رجلي نزلت الصين ما افتكرتش اي حاجه الا الحاجات اللي انت طالباها مني، وبعدين اشتريت البضاعه. المهم انا ما وحشتكيش. المهم اكون انا اللي وحشتك. وحشتيني؟ انت بتقولي ايه يا لقاء؟ ده انا كنت عاوز اجيلك من الصين جري.